هجيب الصينية بتاعتي وهكون مقطعة فيها بصل وفلفل حامي وفلفل رومي جوليان وكمان فصين من الثوم وبطاطس متقطعة شرايح. هنزل عليهم بالصلصة اللي هي المعلبة الازايز، وكمان هنزل عليهم بمعلقتين من الصلصة المعلبة. دي بتدي لون حلو قوي. ودلوقتي انا هبدأ ابهر بكزبرة وكمان فلفل اسود، وهحط كمان عليهم شوية من الملح. وبعد كده هبدأ ان انا اقلب كده كله مع بعضه لحد ما كله يتبل معايا. وفي الخطوة دي تقدري تحطي شوية من الزيت او تحطي الزيت على الفراخ زي ما انا هعمل دلوقتي. انا غاسله الفراخ كويس جدا وتبلتها بالتتبيله اللي انا عملتها معاكم. وهنا انا مشغله الفرن على درجه حراره 220، وهديها كده مسحه من الزيت كده من على الوش. وهتدخل الفرن مش هتطول معايا خالص، هتقعد من حوالي من 40 ل 55 دقيقه بالظبط في الفرن. وهتطلع. وبصوا بقى معايا اللذاذه، شايفين معايا البكبكه والبطاطس طالعه معايا دايبه دوب. حاجه كده يا جماعه خطيره، ده غير ريحتها وطعمها. بجد وصفة رهيبة. وقت ما تحتاري على الغدا مفيش غير الوصفة دي اللي هتنقذك. قدمتها مع شوية رز بشعرية، تقدري كمان تعملي جنبها اي طبيخ او شوية ملوخية. وبصوا بقى معايا الحلاوة، بصوا معايا بقى الفراخ عاملة ازاي واخدة لون قمر ازاي. ده غير الطعم والتتبيلة والريحة يا جماعة. جربوها والف هنا، وما تنسوش الفولو عشان نشوف وصفاتي الجاية.